السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن احدث واقوى تليفون من شركة سامسونج. التليفون ده هو سامسونج S24 الترا. لو انت بقى معاك الاصدار اللي قبليه اللي هو S23 الترا، هل لازم تحدث الاصدار الجديد ولا الاصدار اللي معاك كفاية؟ ده اللي المفروض نعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. اول حاجة بقى احب ابتدي بيها وهي محتويات العلبة. طبعا زي ما سامسونج عودتنا ان دايما علبتها بتيجي فاضية، مفيهاش غير التليفون والكابل بتاع الشحن. انت طبعا هتشتري الادابتور، تشتري سكرينة، تشتري اللي هو الظهر للتليفون، الحاجات بتاعت التليفون دي. فانت مش بس هتدفع تمن التليفون، هتدفع تمن الملحقات بتاعته كمان. فدي من البداية كده انا شايفها حركة سخيفة بصراحة. خرجنا بقى التليفون من علبة ومسكناه في ايدينا كده. اول حاجة هناخد بالنا منها تصميم التليفون. التصميم بتاع التليفون ده بصراحة مش جديد، يعني شفناه قبل كده في الإصدار اللي قبله. الاختلاف هيكون في الخامات المستخدمة. التليفون ده ظهره جاي من الزجاج ومحمي بطبقة حماية من شركة جوريلا جلاس أرمور مع إطار من التيتانيوم. طبعا كلنا عارفين قصة التيتانيوم دي واخدها من مين. والجميل فيه بقى ان التليفون ده معاه شهادة ان هو محمي من المية والغبار، وهي من نوع IP68، وطبعا يقدر يصمد معاك لحد متر ونص تحت المية ولمدة نص ساعة. وفي الحقيقة برضو وزن التليفون ما اختلفش كتير عن الإصدار اللي قبليه، وهو تقريبا فرق 2 جرام بس. يعني وزن التليفون ده 233 جرام، يعني تقيل سيكا برضو معاك. طبعا الحاجة المهمة في كل ده الاس بن، ده القلم اللي موجود في التليفون ده، وده اللي بيميز سلسلة الاس في تليفونات سامسونج. نيجي بقى للشاشة. طبعا مش هقدر اتكلم معاكم عن جمال الشاشة لان دي شاشة من سامسونج، كلنا عارفين شاشة سامسونج عاملة ازاي. بس الشاشة دي بالذات جاية من نوع دايناميك LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 انش. طبعا شاشة مسطحة زي ما احنا شايفين كده، وبتردد 120 هرتز، تدعم خاصية ال HDR10 بلس، وكمان فيها سطوع بيوصل ل 2600 نتس. شاشة ممتازة، والجميل فيها ان هي مسطحة بالكامل. الموضوع ده ممكن يضايق ناس ويبسط ناس، بس انا بحب الشاشات المسطحة جدا، وبرضه بحب الشاشات الكيرف، فما بتضايقش من الاتنين دول بصراحة. فانت معاك شاشة بصراحة محترمة جدا، تقدر تشوف بيها محتوى، تستمتع بيها وانت بتتفرج على محتوى. واللي يزيدك بقى متعة، التليفون ده فيه سماعات ستيريو سبيكر، سماعات قوية جدا ونقية جدا، يخليك مستمتع كده وانت بتتفرج على محتوى من التليفون، سواء بقى بتلعب جيمز او بتتفرج على محتوى الكلام ده كله. ندخل على الاداء. التليفون ده جاي بمعالج من سناب دراجون وهو 8 جين 3، ده الاصدار الاجدد من جين 2 طبعا، وده الاصدار الاجدد برضو من S23، وده بتكنولوجيا 4 نانومتر. طبعا مش هكلمك فيه عن تجربة العاب، مش هكلمك فيه عن توفير طاقة، مش هكلمك فيه عن الكلام ده كله، لان ده مش محتاج اتكلم في الحاجات دي. هو في كل المميزات اللي انت ممكن تتخيلها. بس لو اتكلمنا نقول هيفرق كتير عن جين 2، ما اعتقدش ان هو هيفرق كتير ان انت تنقل من جين 2 لجين 3، فمش هيفرق كتير خالص. بس الجميل بقى في التليفون ده ايه؟ مميزات الاي اي. طبعا حد يجي يقول لي لا، ما انا ممكن الاي اي دي ادخلها في تليفوني انا العادي جدا مش فلاج شيب من خلال برامج. اقول له عندك حق، بس السوفت وير في التليفون ده هو اللي بيدعم المميزات دي، فانت تقدر توصل لكل حاجه بسهوله، وتقدر تعمل اللي انت عايزه بسهوله برضو من خلال المميزات بتاعه التليفون ده. طب هل بقى استخدامي للتليفون فتره طويله والعاب بقى واقعد اجرب حاجات بالاي اي والكلام ده هيهلك التليفون ويخلي البطاريه تخلص مني بسرعه؟ اقول لك التليفون هيقعد معاك تقريبا اليوم كله مستريح، لان ده بفضل المعالج بتاع التليفون اللي هو 4 نانومتر موفر للطاقة. وكمان البطارية في التليفون ده جاية بقوة 5000 ملي أمبير، وبيدعم الشحن بقوة 45 واط. ماشي، يعني 45 واط في تليفونات وصلت 120 واط دلوقتي. فبرضه مصممين ان هما ما يدوش فيتشرز عالية قوي في الحاجات دي في البطارية، معرفش ليه يعني. وبيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وبيدعم الشحن العكسي بقوة 4.5 واط. بصراحة قصة البطارية في سامسونج بحسها ان هي سخيفة شوية، لان هما مش بيطوروا منها او بيطوروا من قصة الشحن السريع او الكلام ده، فبحس الموضوع سخيف شوية بصراحة. نيجي بقى للكاميرات بتاعة التليفون ده. التليفون ده جايب 4 كاميرات في الخلف. الكاميرا الأولى وهي دي الكاميرا الأساسية، ودي بحجم 200 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.7
مع مثبت بصري، واقدر اقول لك ان الكاميرا دي ممتازه جدا، هتاخد منها احسن صوره باحسن تشبع الوان في اقل اضاءه ممكنه. كاميرا تانية معانا وهي كاميرا بيريسكوب، ودي بحجم 50 ميجا بكسل وبتوصل لزوم حقيقي لحد 5 اكس وزوم ديجيتال لحد 100 اكس، وبرضه فيها مثبت بصري حقيقي OIS. الكاميرا التالتة معانا دي خاصة بالزوم القريب، دي بتوصل لحد 3 اكس وبدقة 10 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.4، وبرضه فيها مثبت بصري OIS. الكاميرا الرابعة دي عشان خاطر تصور لك تصوير واسع، ودي بحجم 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. جميع الكاميرات بصراحة أدائها ممتاز جدا، تديك تصوير حقيقي مفيهاش أي مشكلة نهائي، بالذات كمان في الفيديو الكاميرات بتدعم تصوير لحد 8K ب 24 و30 فريم في الثانية، وبتدعم تصوير 4K ب 30 و60 و120 فريم في الثانية، فحاجة ممتازة جدا بصراحة. وكمان داعمة لمايك إضافي لعزل الضوضاء. نيجي بقى للسيلفي، وبصراحة دي مش قد كده، هي تديك صورة حلوة جدا بس مش حقيقية قوي، أو مش هي ممكن تعجب ناس كتير، بس أنا بصراحة شخصيا مش عاجباني، أنا بحس إن الصورة مش طبيعية شوية. كاميرا سيلفي بحجم 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.2. نيجي بقى لوسائل الأمان في التليفون ده. التليفون ده فيه فينجر برينت وفيس أنلوك، وطبعا مش هقولك الأداء بتاعهم عامل ازاي، ممتاز جدا من غير مرغي كتير فيهم. وجميع المستشعرات في التليفون ده شغالة بصورة حقيقية وما فيهاش أي مشكلة، طبعا بيدعم ال NFC، وجميل برضو إن هو بيشغل شريحتين من غير كارت ميموري. نيجي بقى للحاجة اللي قبل الأخيرة وهي السعر. التليفون ده بره مصر عامل من 2200 لحد 2500 دولار، جوه مصر عامل النسخة 256 ده السعر الرسمي، للنسخة 256 مع 12 جيجا رام عامل 66,000 جنيه، النسخة 512 عامل 73,000 جنيه. نيجي بقى للحاجة الأخيرة، لو أنت معاك S23 وعايز تغير ل 24 أقولك ما تغيرش، مفيش حاجات كتير قوي هتختلف من التليفون بتاعك للتليفون ده. لو أنت عايز تغير عشان خاطر الفيتشرز بتاعت ال AI فده هيجيلك مع أقرب تحديث جاي، لان ده حاجه خاصه بالسوفت وير ملهاش علاقه بالهاردوير، ده تحديث هيجيلك مع اخر تحديث هينزل للتليفون بتاعك، فانت ما تستعجلش تشتري التليفون ده، مش هتلاقي اختلاف كبير ما بينهم. انما لو انت جاي من اي تليفون تاني وعايز تاخد التجربه، لا اقول لك خد التجربه، تليفون ممتاز جدا ما فيهوش اي مشكله وهيعيش معاك فتره طويله جدا. كده اكون وصلت لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.